ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بصراحه فيديو كده على السريع. هخرجكم معايا لان انا بصراحه اختي اتصلت بيا وقالت لي بصي انا زهقانه وفعلا مش يعني مش احسن حاجه، فقلت لها بس طلبك عندي. فيلا بينا نجهز مع بعض، شوف هلبس ايه، نشوف هنروح فين، اليوم هيمشي ازاي. تابعوا معايا لاخر الفيديو. بس لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تفعيل رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا نشوف هنلبس. زي ما قلت لكم اول الفيديو ان انا اختي نفسيتها مش احسن حاجه وعايزه تخرج، فانا عارفه هي بتحب ايه، فقررت ان انا اخدها ونقعد على البحر شويه ونشتري شويه حاجات، عشان احنا بصراحه لما تكون نفسيتنا مش احسن حاجه بحب او احنا الاثنين بنحب نشتري حاجات او نعمل شوبينج. ان شاء الله لو شراب، ان شاء الله لو اقل حاجه، بس نحس ان احنا غيرنا نفسيتنا، ان احنا نجيب حاجه جديده، وفي نفس الوقت بنحب نقعد على البحر جدا. والنهارده الجو لطيف قوي 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 قوي، فانا اخترت ان هي او ان انا اخدها ونطلع على البحر ونشتري شويه حاجه زي ما انا قلت لكم. وكمان لو حابين ان احنا ناكل او جوعنا، احنا بنتبسط جدا لما بنشتري وبناكل ونروح اماكن احنا بنحبها. تعالوا شوف انا هلبس ايه الاول. زي ما انتم شايفين كده سويت بانس باللون الجراي الفاتح، والكوتشي زي ما انتم شايفين، مع السويت شيرت الجراي برضو من نفس الدرجه تقريبا، والطرحه زي ما انتم شايفين انا هظبطها عن كده شويه قبل ما انزل، والجاكيت اللي هو الزيتي والكمام باللون الجراي. على فكره دي كمام الجاكيت مش كمام السويت شيرت زي ما انتم شايفين كده. وده هيكون اوتفيت النهارده. بحب لما اكون نازله هشتري حاجات او هنقعد كده مش في مكان او كده، بحب اللبس او الاوتفيت اللي انا هلبسه يكون خفيف ما فيهوش تفاصيل ياما، وفي نفس الوقت يبقى مريح عشان اقدر اقعد براحتي بقى كده، اعمل كده اعمل كده، تبقى الدنيا في ايه، في التمام. طبعا هختار الشنطه دي، ومحدش يقول لي الشنطه دي مش حلوه، انا بحبها جدا لاسباب عديده. هي اقل شنطه عندي فعلا، ولكن بحبها جدا. ليه؟ لما بنزل اعمل شوبينج او بنزل اروح اشتري حاجات او خروجه زي ما انتم شايفين كده اهوت ايه بسيطه او كده، بحب اخدها، او رايحه رحله بحب اخدها. ليه؟ لان هي حجمها صغير بس بتستوعب حاجات كتير. يعني ممكن احط فيها نضاره، اوكي، ممكن احط فيها الحاجه اللي انا بشيل فيها الفلوس، ممكن موبايل، اي حاجه بشتريها كده صغيره، البرفان، كل ده بيكفي في قلب الشنطه. يعني بصوا البرفان والحاجات دي كلها في قلب الشنطه بتبقى بتستوعب حاجات كتير قوي مطاطه معاكي. يعني كل ما تحطي كل ما هي تتنفخ، ما تفهميش ايه الموضوع بتاع الشنطه دي، بس بحبها جدا جدا، بحس ان هي عمليه جدا معايا في المشاوير اللي زي كده، او لو طالعه رحله. طبعا والساعه هتبقى باللون الفضي في الذهبي، حسيت ان هي هتبقى شكلها حلو على الاوتفيت. وزي ما انتم شايفين كده ده الفاينل لوك طبعا. والكابشو ده ما وريتهولكمش انا زي ما انتم شايفين، فحاسه ان الاوتفيت مريح وعملي جدا للخروجه بتاعت النهارده. النضاره محتاره فيها، هتبقى دي النضاره دي مش حابه تكون نضاره سودا ولا اي لون تاني، انا حابه البني على الاوتفيت بصراحه. ففي النضاره دي وفيها اخضر من الجنب وكده، شوفوها. ودي اللي هي تايجر بالشكل ده. انا مياله لايه كاميره؟ انا مياله لدي. ليه؟ لان انا لبست دي كتير وكذا اوتفيت، فبصراحه حابه ان انا اعمل تغيير، فقررت ان انا البس النضاره دي فيها تايجر كده من الجنب، وهي كلها تايجر اصلا من هنا وهنا. ف حباها على الاوتفيت. ايه رايكم؟ حبيتوا الاوتفيت معايا ولا ايه؟ لو عجبكم ما تنسوش يا جماعه اللايك والشير وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تعملوا سبسكرايب لو اول مره تشوفوني، عشان نكبر عيلتنا على القناه هنا، ونبقى اسره كده كبيره كده ونكبرها مع بعض. وهبقى مبسوطه جدا من وجودكم معايا. ويلا بينا نشوف يومنا هيبقى ازاي. تابعوا معايا لاخر الفيديو، يلا بينا. وهنا طبعا رحنا اول حاجه فكرنا فيها ان احنا نفطر طبعا، فروحنا شارع الليجاتيه في الابراهيميه عند الوحيد، واشترينا منه سندوتشات فول وفلافل وبطاطس وكده. وهنا بفرجكم على شارع الليجاتيه، ولما طلعت على الترام بفرجكم كمان على الترام الزرقاء،
وهنا في اتجاه ان احنا نروح شارع بورسعيد، لازم نعدي على شارع بورسعيد علشان بعد كده نطلع على البحر. يعني احنا قلنا ناخدوا الفطار من شارع الليجاتيه وبعد كده على طول نطلع على البحر. هنا شارع احنا في الاتجاه اللي هو طالعين بقى خلاص هنطلع على شارع بورسعيد، هوريه لكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين هنا شارع بورسعيد. اختي هنا بتقولي انت هتصوري مع بتاع الجرجير، قلت لها اه وماله. هنا بقى بدأنا ان نطلع على البحر، بنعدي الاشاره طبعا، ما ينفعش ان احنا نعدي البحر كده يا ولاد علشان في ناس بتعملها وده حاجه مش صح. هنا بنعدي الاشاره بتاعه الابراهيميه علشان نطلع على البحر. وقد ايه كان الجو رائع 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 بجد، تحفه. والاشاره دي طبعا حلوه جدا وجودها هنا علشان نقدر نعدي بسهوله، اسهل من النفق على فكره. بس هنا بدأنا نطلع على البحر، واول حاجه هعملها ان انا افرجكم على منظر البحر وقد ايه جميل ولونه حلو وهادي. والجو كان مشمس بس الشمس ما كانتش اللي هي الحارقه اللي ممكن تضايقنا يعني. هنا بقى بدأنا نطلع على الممشى اللي على البحر برضو في الإبراهيمية. بدأنا نمشي لحد ما نشوف مكان نقعد فيه. وبرضو أنا متحمسة جدا كل ده إن أنا أفرجكم منظر البحر بجد. ما عرفتش انزل الكاميرا عشان ما صورش البحر، لا كنت حابه ان انا اصور اكتر حاجه البحر عشان اديكوا طاقه ايجابيه ونتحمس كلنا مع بعض، واللي متضايق واللي عايز يتمشى واللي فرحان واللي اي حاجه نطلع على البحر نشوف المنظر الجميل ده. وكمان اختي كانت موجوده فبقول لها اضحكي، طب اعملي اي حاجه، لسه هي برضو ايه ما فردتش بوزها. هنا انا شفت الطائر ده عايش في ملكوت الله كده مع نفسه والناس الجميله اللي بتصطاد زي ما انتم شايفين كده. طبعا من كتر ما الجو رائع والبحر هادي فطبعا ينفع للصيد. برضو برجع للطائر اللي موجود ده زي ما انتم شايفين عايش في ملكوت الله مع نفسه وبيلعب وبياكل وجميل ما شاء الله. هنا بقول لها، هنا بدأت تفرد وشها شايفين، هنا بقول لها اعملي لمتابعيني باي. طب صوريني بقى عشان انا اعمل لمتابعيني باي. فهنا بوريكم انا لابسه ايه، برضو مصممه يعني انتوا ما شفتوش اول الفيديو بس برضو تعالوا شوفوا البحر. يعني انا بوريكم الاوتفيت بس برضو تعالوا شوفوا البحر. برضو الطائر لسه موجود، انا مش عارفه اسمه الحقيقه، لسه موجود لحد دلوقتي قاعد ياكل يشرب مع نفسه ولا حد بيضايقه ولا هو بيضايق حد. هنا بقول لكم ان البحر اخر روقان واخر عظمه بجد. انا كنت مبسوطه جدا باليوم ده. شايفين الشمس كمان. هنا بدأنا بقى نطلع الفطار عشان ناكل. كل ده احنا ما كناش لسه فطرنا. بدأنا ان احنا نطلع سندوتشات الفول. بفرجكم ان انا جايبه عصير، ها فاهمين طبعا. جايبه عصير وجايبه تايجر تقريبا جايبه تايجر والفول. وهنا بدأنا نفطر بقى علشان نشحن الطاقه. وقعدنا على كراسي من دي، على فكره الكراسي دي على البحر بتتأجر ب10 جنيه الواحد بس. بصراحه يعني حلوين جدا وسعرهم حلو. هنا برضو مصرة ان انا افرجكم على منظر البحر وجماله وروعته والناس اللي بتصطاد والدنيا حلوة ورايقة والمراكب اللي بتعدي. وبجد بجد الجو كان رائع. هنا بقى فطرنا وريحنا وبنستجم، وهند عمالة تسمع اغاني وبتاع وانا سايباها تعيش اللحظة مع نفسها علشان تفك كده وتبقى زي الفل. اعملي الجمهوري ومتابعيني باي. هنا بدأت تبقى مبسوطة الحمد لله والشكر لله. هنا برضو عايزه كنت بصور لكم اليخت اللي معدي ده مع البنانا بوت، كان شكلهم حلو جدا. وبحاول ان انا اقرب لكم على قد ما اقدر علشان تشوفوا قد ايه منظر البحر جميل جميل جميل. والبنانا بوت ماشي على فكره دي ممكن تكون يخت سياحيه الناس بتطلع عليها وبيطلعوا البنانا وياخدوا يعني بيعملوا الالعاب دي في قلب البحر. هنا بقى بقول لها قولي يلا لمتابعين باي تاني برضو. انا المهم ان انا كنت عايزه اطلعها من المود باي شكل ان كان. فزي ما انتم شايفين برضو مش عايزين نمشي من على البحر. هنا قررنا ان احنا بقى خلاص مشينا وركبنا وطلعنا على المنشيه. هنا احنا خلاص في طريقنا رايحين عند الجندي المجهول عشان نروح نشتري الحاجات اللي احنا مش عارفين هي كانت ايه، بس احنا كنا نازلين نشتري للشراء مش عارفين بصراحة. هنا بعدي الشارع زي ما انت شايفين ورايحين فين، رايحين على المنشية. برضو مكان جميل ان احنا نعرف نتسوق منه. هنا الجندي المجهول زي ما انتم شايفين، واختي هنا خلاص بقى فردت الشعب بقى خالص بقى. هنا واخيرا رجعت البيت
اليوم كان لطيف جدا النهارده زي ما انتم شايفين، وكان البحر زي ما انتم شايفين كان روعه فوق الرائع، كان ميته شفافه كده وهادي عامل زي الحصيره كده زي ما بيقولوا. بس خلاص كده اليوم خلص واختي مشيت مبسوطه الحمد لله. ده كان الهدف من الخروجه بصراحه. وكمان نسيت اصور لكم حته وانا كنت دخلت اوريجينال في المنشيه بعد ما خلصنا المشوار. زي ما انتم شايفين في الفيديو رحنا المنشيه عشان نشتري شويه حاجات، فدخلت اوريجينال علشان اشتري حاجه بس مش عارفه ايه هي، يعني انا كنت داخله بس مش عارفه مش محدده انا داخله اشتري ايه. فلقيت طبعا البراند اللي انا اشتريت منها قبل كده الكريم بتاع البشره اللي انا نزلت لكم الفيديو بتاعه قبل كده. لو ما حدش اتفرج عليه ادخلوا اتفرجوا عليه هيعجبكم جدا، وبجد الكريم روعه ومبهر جدا جدا جدا. فقررت ان انا اشتري العنايه بالبشره او مجموعه العنايه، سوري مش بالبشره، مجموعه العنايه بالشعر، وهي الهير ماسك ده من نفس الشركه، ده الهير ماسك بتاعهم. فعجبني قوي 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 فكره ان في براند مصريه وبتعمل منتجات للشعر والبشره والكلام ده، وعجبني العرض اللي كانوا عاملينه. طبعا انا الاسعار بالظبط مش هبقى فاكره الاسعار لان جبت انا واختي حاجات وبتاع، فده اللي فاكره سعره، انما ده مش فاكره سعره بصراحه. بس هراجع الفواتير اللي معايا واشوف الدنيا فيها ايه، لان انا هعمل لكم ريفيو كامل عن المنتجات دي بس لما اجربها. ده اول حاجه اشتريناها اللي هو الهير ماسك زي ما قلت لكم للشعر. وكمان اشترينا العرض ده اللي هو برضو من نفس الشركة، بس اللي هو اللوشن بتاع الشعر والشامبو والسيرم. ده العرض ده كان عامل 275 جنيه، لان كل حاجة لو اشتريناها لوحدها هيعمل اكتر من 500 جنيه. بس انا حبيت العرض، حبيت الثلاث منتجات مع بعض كده، وقلت بصراحه ان انا اجربهم واقول لكم رايي فيهم ايه. بس فيديو تاني طبعا لما اجربهم فتره كده واحس ان هم عملوا معايا نتيجه سواء ايجابيه سواء سلبيه، انا هطلع اتكلم عن المنتج زي ما طلعت اتكلمت عن الكريم وقلت لكم ان هو اكتر من رائع وسعره حلو وبراند مصريه وكل الكلام ده. برضو لو كان حلو المنتجات العنايه بالشعر كانت حلوه انا هقول، لو وحشه برضو هقول. بس زي ما انا قلت لكم هنا ده اللوشن ده قالت لي لو حتى الشعر مش مغسول بتغسلي سوري مش بتغسلي، بتدلكي فروه الشعر صبح مره الصبح ومره بالليل قبل ما تنامي. وده الشامبو زي ما انا قلت لكم، وده السيرم اللي هو بعد ما تاخدي الحمام بتدهني شعرك بدل الكريمات والكلام ده. ده السيرم قد 120 مللي السيرم، 250 مللي الشامبو، و120 مللي اللوشن. وده اللي اقدر اقول لكم او اقول لكم عن المنتجات دي. هجربها زي ما قلت لكم، وبعد كده هرجع اقول لكم النتيجه كانت معايا ايه. بس يا جماعه ده كان فيديو النهارده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوني فعلوا طبعا اعملوا سبسكرايب وفعلوا رمز الجرس، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. بحبكم قد الدنيا بحالها. باي باي.